السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد، روتين مسائي للمطبخ هيشجعك جدا لو وراكي اي حاجة ان شاء الله تعمليها. متنسيش تحطيلي لايك للفيديو واشتركي في قناتي وفعلي زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلك كل فيديوهاتي. هنسمي الله ونبتدي مع بعض. الروتين ده بعد الغدا، بعد ما كمان حلينا، واللي عاوز يشرب حاجة خلاص شربنا وكل حاجة الحمد لله. فناقص بقى ان انا افضي مطبخي واخلص كل اللي ورايا عشان اقعد بقى براحتي طول اليوم مش ورايا اي حاجة. الروتين ده انا بعمله كل يوم بعد الغدا علشان مطبخي يفضل نضيف وافضل محافظة عليه. اول حاجة عملتها ان انا جبت كيس وشلت فيه اي حاجة على الرخامة مش محتاجاها، سواء بقى قشر برتقان او بواقي اكل مثلا مش محتاجاه او اي حاجة، وبحطها في كيس لوحدها من غير اي حاجة تانية. ودي كانت بسلة عندي جايباها عايزة افرزها في الفريزر. فصصت دول شوية بس صغيرين، ما بحبش اجيب الحاجة كلها مرة واحدة عشان ما تتعبنيش في التفريز. هغسلها واسيبها تصفي عقبال ما اكمل باقي الحاجات. هنضف كده بس جزء في الرخامة عشان اقدر اشتغل عليه لحد ما اخلص حاجتي كلها والتفريزات اللي هعملها، وبعد كده هنضف الرخامة كلها مرة واحدة. دي كانت انا الحواوشي عندي بحب افرزه جدا في التلاجة، بينفعني صراحة بس ما بسيبوش فترات كبيرة يعني. هو بس الشهر اللي انا حوشته فيه هو بس اللي استخدمه فيه يعني. بيكون ما شاء الله طالع يعني زي ما اكون عاملاه دلوقتي. بحط كل الرغيفين كده في كيس وبحاول اني اسحب منهم الهواء واشيلهم بس كده. ممكن تحطيهم في الاطباق الفل بس بتاخد مكان يعني، الاكياس احسن وافضل ما بتاخدش مساحة. بس كده انا خلاص خلصت كل الكمية اللي معايا، عملت ما شاء الله 6 أرغفة وما كانش فيه متوفر يعني عندي عيش تاني، فقلت خلاص باقي الكمية هكيسها كده في أكياس وهشيلها تنفعني في أي حاجة تانية. أعمل منها صينية مكرونة بشاميل أو صينية رقاق أو صينية جلاش باللحمة المفرومة. يعني التعصيق اللحمة ده لما بيكون متوفر عندك في الفريزر بينفع صراحة في حاجات كتير جدا. معلش بقى لو صوتي مخنف شوية عشان عندي برد. اي حاجة هتحبي تفرزيها في التلاجة عندك حاولي دايما تطلعي منها الهوا، يعني ما تخليش الحاجة فيها هوا. كده خلاص خلصت الحواوشي وكمان شلت باقي اللحمة المفرومة وغسلت وغسلت البسلة. انا مفرزاها يعني من دون جزر، لما استخدمها هبقى اقطع جزر عليها. بس شايفين انا ببرم كده الكيس وبطلع منه كل الهواء وبعدين بروح شداه واروح فردة البسلة في الكيس كله. الحركة دي بتخلي ما تاخدش معاكي مساحة خالص في التلاجة يعني. بس كده راح اشيلهم في الديب وارجع اكمل باقي المطبخ. النهاردة روتيني في المطبخ كان بسيط، ما كانش فيه يعني شغل كتير الحمد لله. لما بتعملي حاجتك اول باول ما بيتراكمش عليكي الشغل. شلت باقي الاكياس اللي استخدمتها ونضفت برضو مكاني تاني عشان اكمل باقي الشغل. كنت بعمل قرع ما شاء الله، وغرفت شوية وهغرف باقي الأطباق. ده كنت مخزناه عندي من السنة اللي فاتت في التلاجة، فطلعته عشان أعمله عشان أخزن بداله حاجات تانية يعني، بس عشان يفضيلي مساحة. وبينفعني صراحة سواء بقى جايلي ضيوف أو في الفطار الصبح مثلا لو حد مش عايز يفطر سندوتشات أو حاجة زي كده بيكون ياخد طبق كده يفطر بيه بيكون خفيف. الحاجة الحلوة في البيت عامة دايما بتنفع يعني. بس كده خلصتهم هشيلهم بقى في التلاجة وارجع اكمل باقي شغل المطبخ. ما شاء الله عمل معايا 10 أطباق. دول تقريبا كان كيس قرع، الكيس تقريبا كان حوالي كيلو أو 2 كيلو. وده كيس مش قلت احطه يعني في برطمان او علبة بدل ما هو في كيس كده عشان احطه في التلاجة. وشوية الخضرة دول كانوا باقيين مني فعشان ما يبوظوش بسرعة لاني ان شاء الله بكرة هحتاجهم، فحطيتهم كده في مناديل عشان المناديل بتطول من عمر الخضرة وبتخليها لونها ما شاء الله اخضر كده وحلوة. وبس كده خلاص خلصت الرخامة كلها، هبتدي ان انا انضفها.
القماشة بتاعتي دي فيها خل مخفف وصابون مخفف بمية سخنة، بمشي بيها كده على الرخامة كلها الأول وبعدين برجع أشطفها وأمشي بمناديل بقى. أنا بستخدم مناديل صراحة كتير جدا في المطبخ. كده خلاص خلصت الرخامة وهتجه بقى على تاني حاجة وهي البوتاجاز. أنا بحب أمشي كده بالمطبخ ترتيب، يعني أخلص الرخامة وبعد كده أدخل على البوتاجاز، وآخر بقى حاجة بخليها هي الحوض والأرضية بتاعة المطبخ. في حد سألني كذا مرة على ورق الفويل، ما بيحافظلي صراحة على البوتاجاز، بس مش معنى انك حاطة ورق فويل يعني على البوتاجاز انك تسيبيه فترة كبيرة وما تغسلوش، لأ، نضفيه برضو كل يوم عادي، فيها ايه يعني. والستيكر اللي ورا في ظهر البوتاجاز محطوط على الازاز ده انا برضو بغسله، انا مش لازقاه مباشر على البوتاجاز، لأ انا حطاه كده بستيكر يعني، معلش اتلخبطت، اقصد اللي هو اللزاق اللي بيتلزق بيه. كده خلاص انا خلصت البوتاجاز ودعكت كمان دعكت حوامل البوتاجاز وشطفتها ورجعت حطيتها نظيفة يعني الحمد لله. والحيطة اللي هي جنب البوتاجاز دي على طول بشطفها برضو وبمسحها كده على طول بالمنديل، عشان بيبقى يعني مكان لو ما اهتمتيش بيها يتراكم عليه الدهون بطريقة جامدة جدا. أي حاجة عامة في المطبخ بتكون قريبة من البوتاجاز لازم تهتمي بيها جدا، لأنها بيتراكم عليها الدهون بطريقة فظيعة. وكمان لمعت غسالة الأطباق ولمعت الحاجات اللي فوقيها دي، على طول بعمل فيها كده، لازم كل ما ادخل المطبخ ألمعها وألمع الحاجات اللي فوقيها، لأن لما اسيبها مثلا يومين ولا حاجة بلاقيها بتعمل طبقة كده من فوقيها غريبة، عشان الدهون يعني قريبة قوي من البوتاجاز. هتقولي طب انت عندك غسالة أطباق بتغسلي مواعين على ايدك ليه؟ مش كل ما بصور يعني بعمل روتين في المطبخ، فانا عايزه اشجعك معايا، فاكيد مش هقولك انا حطيت المواعين في الغساله وهي سايباها تتغسل ورحت مثلا منضفه الرخامه وخلاص. هتقولي طب انت كده شجعتيني في ايه؟ لا انا بغسل ما قدامك. وكمان الغساله بتاعتي صغيره ما بتشيلش الحلل، والحلل بتاعتي اغلبيتها يعني اللي انا بستخدمها اليومين دول في التفريزات وكده بتكون ألمونيا، فالألمونيا ما بيدخلش غسالة الأطباق، لو دخل بيطلع لونه اسود كده وغامق يعني. بس وكان في طبقين فقلت مش مستاهلين يعني ان انا احطهم في الغسالة فاغسلهم على ايدي من مرة. بما اني بقى بغسل المواعين عايزة اتسهر معاكم شوية. انا يا جماعة زعلانة جدا والله، يعني بس ما شاء الله مفيش غير 10 مثلا هم اللي متابعيني، انا فرحانة بيكم والله، بس يعني حاولوا كده تقولوا لنا احنا موجودين اهو يعني. لو شفتي الفيديو لحد دلوقتي يبقى اكتبيلي تعليق وقولي ان انا شفتك، قولي مثلا عايزة اني اقدم ايه اللي مش عاجبك في الفيديوهات كده يعني. حاولوا تتفاعلوا معايا يعني، والله لو واحدة بس موجودة أنا برد على التعليقات ومتفاعلة معاكم، المفروض برضو تتفاعلوا معايا. بس وفي فيديوهات كتير والله أنا عاملاها ومش منزلاها، فيديوهات تفصيل وحاجات كتير قوي، بس أنا حاسة إن مفيش القناة أصلا مفيهاش فعلا تفاعل، مش حاسة، لأ أنا متأكدة هي مفيهاش فعلا تفاعل. بس والله لما واحدة بس فيكم بتكتبلي تعليق والله بفرح بيه جدا، وحطيلي بقى لايكات كده، اللايكات برضو مش بتأثر في حاجة يعني، بس بتفرق معايا أنا، بتكبر القناة بتاعتي وبترفعها بس، وكمان بتساعد إن يعني يروح لناس تانية تتفرج عليه. أنا كده خلاص غسلت كل المواعين. أنا مش بحب أحط فوطة كده وأصفي عليها المواعين، لأن بحس إن هي بقى حلوة بتشرب المية وكل حاجة، بس في نفس الوقت محتاجة إن أنا أقعد أغسلها تاني وأشطفها على وأنشرها قصدي في الشمس عشان أحس إنها نطفت كده. فانا بقى بدل ما اعمل كده يعني بحط الصينيه اللي هي غسلتها في اول الفيديو دي وبصفي عليها المواعين. انا حطاها على البوتاجاز لان البوتاجاز عندي مش بستخدم كل العيون عشان الغسالة يعني ما تبص بخاف عليها، فبستخدم بس 3 عيون، والعينين اللي هما جنب الغسالة دول مش بستخدمهم للأسف، فحطيت عليهم الصينية وصفيت عليهم المواعين. كده خلاص انا بغسل باقي الحاجات اللي موجودة عندي في الحوض، ودعكت الحوض كده بالحنفية بالحيطة اللي ورا الحوض دي، على طول بعمل كده. يعني في ناس بشوفها بتغسل المواعين ومبتهتمش بالحوض ولا الحتة بتاعت الحنفية دي، بالعكس لما تغسلي الحوض كده بالحنفية بظهر الحنفية تحسي كده ان الدنيا عندك ما شاء الله زي الفل. والوزرة اللي هي الخارجية للحوض دي لازم كده اعملها بمنديل، عشان بيبقى فيها مثلا بواقي اكل غصبا عني واقع او ميات زيادة وقعت فيها. بس كده خلاص خلصت الحوض وما شاء الله المطبخ عندي كله خلص.
ناقص بقى اخر حاجة هعملها هي الارض. كده الرخامة خلصت والبوتاجاز ما شاء الله والحوض زي الفل. وكمان بقى حاجة عملتها هي لمعت المطبخ من برا. في حاجة عايزة اقولها لحضراتكم، المطبخ بتاعك سواء ألموتال خشب ايا كان نوعه اهتمي بيه دايما من برا، لمعيه، لان لما بتلمعيه ما بيتراكمش عليه دهون خالص. بس دايما كده يفضل ما شاء الله بيلمع ونضيف. بمسح المطبخ بتاعي بايه او اي مكان عندي في الشقة عامة عايزة امسحه مية، وبحط فيها نقطتين كلور او نقطتين معطر، نقطتين ديتول، اي حاجة بس ما احطش كتير عشان ما تغيرش الارض، تفضل ما شاء الله بتلمع. انا سبت طبعا الارض لما نشفت تماما وبعدين بفرش الميشات، يعني ما بفرش على طول عشان تبقى ريحة الارض حلوة كده وما فيهاش اي كمكمة او حاجة. لو ما عندكيش اي حاجة حتى تحطيها في المية بتاعة المسيح بتاع المطبخ، حطي حتى نقطتين صابون سائل اللي غسلتي بيهم المواعين، يعني اتصرفي ما تقفيش على حاجة. وبس كده خلاص خلصت المطبخ بتاعي. يا رب يكون الفيديو النهارده خفيف عليكم وما كنتش طولت فيه. واخر حاجة بقى هعملها ان انا هحط مرطب لايديا عشان اشتغلت في المطبخ وغسلت مواعين وحاجات كده، فدلع بقى نفسي شوية. بحب استخدم كريم نيفيا سوفت. يا رب فيديو النهارده يكون خفيف على حضراتكم، ما تنسيش تحط لي لايك واشتراك للقناة. اشوفك ان شاء الله باذن الله فيديو جديد، مع السلامة.